بر مای قوم کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کسنه به کردن برن کسنه به کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه به کردن برن کسنه به کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریو کی مثلبین دیمان و قادیمان هر اجتماع دیمان و قادیمان کرد و کردستان کسنه به کردن برن کسنه به کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابقی نشی بکن تاجی جیهان بابقی نشی بکن تاجی جیهان کسنه به کردن برن کسنه به کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن کردنون هر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا. مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي بيف تي في الأفاضل. هل ما تشهده سوريا منذ 10 سنوات ثورة شعبية وطنية أم أزمة من ديمومة أزماتها التاريخية العديدة ومنطقتنا عامة وتحديدا منذ عصر الغزوات الإسلامية التي بدأت بقتل كل الخلفاء الراشدين وبعض الأمويين والعباسيين والعثمانيين ووصولا لمعاهدة سايكس بيكو وظهور ونمو الفكر القومي مع قيام الدول الحديثة بموجبها وبجغرافياتها الراهنة ومنها دولة سوريا التي عانت من تصاعد الصراع الديني مع القوم العروبي الذي أطلقه ساطر الحصري وعباس وترجمه لسلطة حاكمة حزب البعث العربي الشوفيني وليس الاشتراكي، وقد تجسد كل همجيته العنصرية بالحقبة الأسدية وتحديدا بعهد الولد المعتوه بشار الأسد الذي خير البلد ما بين حرقه أو بقاء الأسد للأبد، وفعلا حرق البلد ودمر الحجر والبشر معا. ووسط الصمت الدولي المشين وانجرار كل أطراف المعارضة لحالة الارتزاق والتبعية للمحاور والدول الإقليمية والعالمية الكبرى التي جعلت سوريا حلبة لصراعاتها القذرة، وما زال شعبنا السوري يدفع فاتورتها العالية بكل تضحيات الجسام. فإلى أين تسير سفينة الألم السوري؟ هل لثورة أخرى أم لمصير أكثر ظلاما كظلام معارضاتها أم إلى ماذا؟ ذلك كله ما سنناقشه مع ضيفينا الكريمين الأستاذ زكريا السقال، وهو كاتب وباحث ومعارض سياسي سوري معروف من مواليد دمشق عام 1951، خريج كلية التربية، طرد من سوريا سياسيا عام 1982 ليلتحق مناضلا إلى صفوف المقاومة الوطنية الفلسطينية في لبنان، وقد تعرض لأكثر من عملية ملاحقة وخطف إلى أن هاجر لألمانيا عام 1990 حيث نشط في برلين لأجل المعتقلين وجمع المعارضة من أجل تقريب عملية الاندماج، وانخرط بالثورة السورية ونشط بكل محطاتها، منها انضمامه مع الكتلة الوطنية الديمقراطية لهيئة الائتلاف الوطني
ليكون عضوا بالهيئة السياسية للائتلاف الوطني لدورتين متكاملتين إلى أن استقال عام 2015، وعاد لألمانيا يتابع ويكتب ضمن واقع عابث وبشع يخنق ويستبيح سوريا، كما هو كتب. أستاذ زكريا سقال، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على شاشة طيف تي في والاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، نورتنا. الصوت من عندك أستاذ، ما عم نسمع أستاذ زكريا. لم أسمع الصوت. الصوت نهائيا، أنا مو سامع الصوت نهائيا. أنا مو سامع الصوت أستاذ. تحياتي أستاذ، شكرا لك ولكل المستمعين وللأخوة الأصدقاء ولشعبنا. يا أهلا وسهلا، نورتنا أستاذ زكريا، وهلا الصوت واضح تماما. كما نرحب بالأستاذ عبد الباقي الحسيني، وهو كاتب صحفي وسياسي كردي سوري معروف من مواليد مدينة قامشلو عام 1961، وأكاديمي خريج جامعة دمشق كلية الهندسة الزراعية، وحاصل على الماجستير في هندسة تصميم ملاعب الجولف من جامعة أوسلو، ودبلوم في مجال التخصص التعليم العالي قسم العلوم الطبيعية من جامعة أوسلو عاصمة النرويج. له كتب ومؤلفات كثيرة باللغتين الكردية والعربية، وترأس تحرير عدة مجلات وجرائد كردية، ويشغل الآن رئيس تحرير الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، كما إنه مدير قناتنا هذه قناة طيف تي في، كما إنه يمارس السياسة منذ الثمانينيات القرن المنصرم، وحاليا عضو المكتب السياسي للجمعية الوطنية السورية المعارضة، ومقيم في النرويج منذ عام 1999. نورتنا أبا ماني العزيز عبد الباقي حسيني. الله يخليك أستاذ سليمان، شكرا لك، شكرا لضيفك، وشكرا يعني تابعونا حاليا، وكمان شكرا للضيوف لشبابنا زملائنا في الكنترول، الآنسة يسرى زبير والأستاذ إسماعيل درويش. سبقتني، كنت بدي أشكرهم كمان مرة ثانية، أشكرهم للعزيز إسماعيل درويش والعزيزة يسرى زبير. أستاذ زكريا السقال، نبدأ معك مرة أخرى. أهلا وسهلا بك يا أستاذ زكريا. يا هلا، تحياتي، أهلا وسهلا فيك، أهلا فيك وبضيوفك وكل العاملين بالبرنامج. أستاذ زكريا، هل ما حدث ويحدث في سوريا اليوم ثورة أم أزمة بكل ألوانها وامتداداتها التاريخية؟ ومن يتحمل وزر ديمومتها، السلطة أم المعارضات؟ يعني هذا السؤال اللي خليني دخلت له مش كثير من الأطراف، هو سؤال الأسئلة إذا بدك، لماذا يحصل هكذا؟ عمليا خليني أقول، مرق تعبير دولة أكثر من مرة مع الأصدقاء. نحن لم نكن دولة، يعني الدولة هي سياق تاريخي لتطور اقتصادي سياسي اجتماعي، لتأتي دولة مفوضة من البنى التحتية حتى تمتلك شرعية القمع. يعني مثل ما بقول الدولة هي السلطة، أو بمعنى هي الحاكمة فوق الطبقات بأمر الشعب، يعني يسج تعايشه بعقد اجتماعي، يعني ينبثق عنه دستور محدد ويحميه قانون فيني أسميه يحدد الحقوق. ما كان عندنا سلطات. هناك فرق كبير بين دولة وسلطة. يعني كل التعبيرات، وهذا يعني ليش عم بقول نحن مجتمع مهزوم تاريخيا. يعني خليني أقول، تقول عن الثورة السورية بالخمسينيات، وتقول عن الثورة العراقية، لا، هي حالة من مثل ما بقول الإرباك الشركات العابرة للقارات وظهور الحرب العالمية الأولى والثانية.
جعلت هذا الخطاب في المنطقة ينسحب ويعطي شكل من الأشكال. هذا الاستقلال يعني هو يعني سلم للأمانة لبنى عسكرية كان وراءها أيضا ترتيب غربي، يعني كل الجيش، جيش الشرق والجيش المصري، جيش هذا كلها كانت يعني تأسيسات فرنسا في المنطقة. هون العقل لما بحكي عن الهزيمة واللي يعني عشناها 48 شهداء الفلسطينيين، وحكت لك 67 هزم النظام العربي كاملا، 82 أو خليني أقول السبعينات ذبحت المقاومة بعمان، 82 74 لعبة تكتيكية مثل ما بقولوا، حرب تشغيل أو حرب تحريك من أجل إثارة موضوع للالتصاق بالتسوية، واللي كانت تعني كما يفهمها الكيان الصهيوني هي تطويع العلاقات السياسية الاقتصادية الاجتماعية في المنطقة. هكذا مثل الأمريكان والأوروبيين أضافوا الإسرائيليين الثقافية والتاريخية أو طاولوا بالكم، بس حاليا عم نشوف كيف الثقافة والتاريخية عم تطبع، وكلياتنا عم نشوف ما يسمى تطبيع المنطقة. إذا ما كان هاي التسوية اللي يعني دجل في هذا النظام المستبد، النظام القمعي القائم في كل المنطقة وسوريا منهم، يعني أو إحدى الحلقات المهمة في التسوية، والذي يعني مثل ما شفتوا يعني بالتسوية إنه بلشت كما دائما مسميها أنا بأنه بالتيس الكبير اللي هي مصر، يعني مصر السادات، ووراءه كان لازم يكون الملك حسين الصغير وعرفات حافظ أسد. وهذا حكي بيحكيه كيسنجر إنه لما دخل على لبنان بال76 وقضى على الحركة الوطنية اللبنانية وعلى المقاومة الفلسطينية، كان بيقول كيسنجر أول مرة بيحصل اتفاق إسرائيلي سوري غير مكتوبا تمدد أن في لبنان للقضاء على الحركة الوطنية واغتيال كمال جنبلاط والمقاومة الفلسطينية، وبنفس الوقت تمدد إسرائيل بالجنوب اللي بتعرفوا، يعني تمت إسرائيل بالجنوب احتلته لفترة طويلة، خلينا نقول 2000 يعني. يعني هذا الموضوع صار ثورة ولا أزمة؟ يعني هي اللي يفهم من كلامك أنها أزمة من أزمات. لا إذا بدك هي إذا بدك معنى الثورة فيها إنه لأول مرة بنشوف الإنسان، هذا الإنسان الذي تغنت فيه كل الأحزاب، إنه الأحزاب بيقول لك يعني بده الطبقة، حزب بده الطبقة وحزب بده الجماهير. لأول مرة بنشوف الجماهير إنه هي كسرت هذا الحاجز وثارت على المستبد، ولكن للأسف لم تجد رأسا، يعني بمعنى لم تجد قيادة. وهون الأزمة الحقيقية، يعني هون الهزيمة. أنا لما بقول هزيمة يعني هزيمة المنطقة، يعني هزيمة القوى بالثقافة وبالسياسة وبالخطاب السائد. مسؤول عن الهزيمة صحيح النظام، ولكن أثبتت كل النخب، خليني أحكيها بوضوح، كل النخب القائمة في المنطقة وعلى رأسها كل هذه الأحزاب المصدية، فهمت علي كيف؟ يعني المنخورة الفارغة، لم تكن إلا مثل ما بقولوا حملت نفس هويات المستبد. من هون فيك تقول إنه في استباحة، ولكن ما زال هناك خلينا نقول شعب عم يرفض، يعني عم بنشوفه بالشمال ولا بنشوفه بالجنوب، انه في قهر اصبح غير عاديا. هلا في ناس بسموها ازمه، في ناس هذا مسميها لحد الان هي جت ثوره حقيقيه على خلينا نقول تاريخ يعني بده ينتهي. يعني نحن قرانا الفاشيه، قرانا النازيه، قرانا كثير. اذا لم تتوفر قياده او بمعنى اختراق هذا الوقت بقياده حقيقيه تجمع السوريين، تجمع شعب المنطقة على قضايا كثير مهمة جدا، إنه هي خلينا نقول إنها الحرب، إخراج المعتقلين، سوريا لكل مواطنيها، هذا سؤال موضوع كثير مهم، إعادة المهجرين، يعني هاي قضايا كل الناس بتتفق عليها. فهذا بده قيادة حقيقية يعني تفهم معنى التنظيم. هنا فضل. بأيد كلامك طبعا الأخ درويش عبد العزيز بيقول الجماهير يعني كسرت حاجز الخوف، يعني فعلا يعني، ولكن كل العالم والمندسين ركبوا الثورة
سنناقش هذا الموضوع. سننتقل إلى الأستاذ عبد الباقي الحسيني. أستاذ عبد الباقي، الكرد يعتبرون الثورة السورية الحقيقية بدأت في 12 آذار عام 2004 بالانتفاضة المشهورة، ولكن يضيفون أن المعارضة العربية خذلتهم. ليش؟ كيف؟ وهل يعود ذلك لضعف الحركة السياسية الكردية السورية الكلاسيكية أيضا؟ نعم، قبل ما انتقل لسؤالك حاب أعقب كمان على حكي الأستاذ زكريا. وحقيقة كان هيك، يعني النظام الموجود في سوريا كان نظام فيك تقول طائفي، حتى كان معتبر سوريا مزرعة له، والأحزاب مثل ما تفضل الأستاذ زكريا هي أحزاب فعلا سخيفة مثل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية 8 مزدوجتين في سوريا، كانت هي كوبي من حزب البعث، لا بل رديف له، أو يعني ما كان يحكوا ولا يتحركوا ولا يعملوا أي شيء للوطن سوريا. يعني كانت مجرد كوبي سيء للحزب البعث الموجود في سوريا. ننتقل لموضوع الأساسي اللي في حقيقة نحن الربيع الكردي فينا نقول كان قبل الربيع العربي اللي انطلق ب 2004 يوم انتفض الشعب الكردي في سوريا وفي كردستان سوريا ضد النظام البعث، ضد نظام بشار الأسد، اللي هو حاول يخلق هالروح في دم الكردي لينتفضوا ضده. يعني هو كان يعني خلق شغله انه ممكن هو يقضي على الكرد من خلال الجماهير المتعاطفه مع المقبول صدام حسين، لان كانوا من اهالي اخوتنا من اهالي دير الزور، لكن انقلب السحر على الساحر، فانتفض الكرد في جميع المناطق الكرديه وبما فيهم كرد حلب وكرد الشام ضد نظام البعث في دمشق. وحقيقه سجلوا ملاحم بطوليه في تاريخ الحركة التحررية الكردية السورية، وكمان بتاريخ الكرد في سوريا. طبعا في عوامل كثيرة ليش ما تعاطف العرب، الأخوة العرب الموجودين السوريين مع الكرد في تلك المنطقة في تلك الزمن. الحقيقة يعني كان في تعاطف جماهيري قوي، وكان الشعب العربي بشكل عام مصدوم من رحيل صدام حسين، وكان وبشكل خاص المتعاطفين معه في سوريا، انه كمان ما تتكرر النسخة العراقية في سوريا، انه يروح النظام ويصير فوضى مثل ما نحن نعرف. يعني بعد 2003 بعد سقوط صدام حسين كيف صارت فوضى عارمة يعني في العراق، من نهب وتدمير للبنية التحتية، يعني كان في فوضى نوعا ما. فكان في تخوف جماهيري كبير انه ممكن نحن في سوريا كمان يصير عندنا نفس الشيء. طبعا الشوفينية العربية الموجودة بشكل عام واللي خلقتها وزرعتها النظام، زرع النظام في قلب الجماهير العربي السوري، انه هذول الكرد هن انفصاليين. هذول الكرد كان عنده جملة جاهزة دوما انه هذول رح يقطعوا جزء من سوريا، بالرغم من الكل يعرف انه الكرد في سوريا هي على ارضهم التاريخيه. في يوم من الايام ما يعني فكروا بقطع سوريا، لانه هن على ارضهم التاريخيه اللي انضمت لسوريا بعد اتفاقيه سايكس بيكو. طبعا الحركه السياسيه الكرديه في سوريا كانت مقصره نوعا ما لتوعيه الجماهير العربيه السوريه بحق الكردي. طبعا كان في بعض اللقاءات الخفيفة مع النخبة السياسية السورية في زمن فينا نقول الربيع دمشق ب 2001. كان في نوع من النخب السياسية حاول تتعرف على القضية الكردية ومن المظالم اللي وقعت على الكرد في ظل نظام البعث منذ زمن حافظ الأسد وحتى زمن ابنه بشار الأسد على الكرد. حاولوا يتفهموا القضية، لكن ما استوعبوا الانتفاضة الكردية ب 2004 إنه ليش الانتفاضة وكيف نتعامل معها. طبعا ما كان في شغلة ثانية كثير مهمة، ما كان في أحزاب سورية عربية معارضة لنظام بشار الأسد بوقتها. كان في بعض الأفراد، في بعض الرجالات السياسي من نقول النخبة السياسية
طبعا هذول لا حول لهم ولا قوه، يعني ما عندهم ارضيه جماهيريه لينتفضوا ضد النظام اللي قمعهم بعد سنه من ربيع العربي، لا ولا اقل من سنه من الربيع دمشق عفوا، قمع الكل وحط رياض ترك في السجن ورياض سيف. يعني طبعا الشيء اللي صار بعد ما انتعش الشعب السوري خلال فتره قصيره، هي بدت يمكن 7 أشهر، انه بعد خطاب بشار الاسد اللي قال انه نحن مع الراي الاخر، انه يحاول قدر الامكان يبيض وجهه انه هو رئيس جديد راح يحكم سوريا بنوع من الديمقراطيه والاريحيه وسماع الراي الاخر. لكن مباشره رجال الامنيين المخابرات قالوا هالشغله ما بيمشي حال معنا، بدك تقضي على كل شيء اسمه هذول فينا نقول منظمات المجتمع المدني وبما فيهم كان ربيع دمشق، انه هذول الشغله ما بدنا اياها وراح يكونوا كثير معارضين لك في المستقبل، ممكن حتى يزيحوك من النظام. فقضى عليهم. طبعا هالامور كلها مجتمعه. واستاذ عبد الباقي، اليس الحركه الكرديه تتحمل جزء بين قوسين الكلاسيكيه، انا دائما اقولها، تتحمل جزء كبير من هذه المسؤوليه، انه ما استطاعت ان تتواصل مع القوى السياسيه العربيه ان توضح جوهر وعداله القضيه الكرديه للشارع العربي السوري؟ صحيح، كلام واقعي وحقيقه كانت هيك. يعني هون ذكرتني بشغله، يعني كان الشهيد الراحل مشعل تمو كان بوقت كان رئيس التيار الكردي في سوريا، في بعض الأحيان كان يجيب لي بعض المنشورات الحزبية، فنقول له دوما صديقي العزيز، يعني نحن نعرف الهم الكردي في سوريا، لكن العربي السوري ما بيعرف الهم الكردي. البعثات الدبلوماسية الموجودة في سوريا من قنصليات وسفارات ما بتعرف الهم الكردي في شو اللي عم يصير. يعني حاول قدر الامكان ترجموا هالبيان النشره الى اللغات الانجليزيه الفرنسيه وتنشروا تعطوها للبعثات الدبلوماسيه، تحاولوا كمان توصلوا للنخب السوريه نوعا ما الديمقراطيه المعارضه اللي عم حاول تتفهم القضيه الكرديه في سوريا. يعني حاول قدر الامكان. يعني انا اتذكر كمان بالثمانينات كنت طالب جامعه في جامعه دمشق، مره صار نقاش هيك، قلت لهم يا شباب انا كردي، فسالني واحد قال كم كردي سوري كم كردي عربي موجود في سوريا؟ يعني تصور ما بيعرف حتى كلمه الكردي شو هو. يعني حقيقه كان في تقصير من الكل. طبعا نحن عم نسمي الحركه السياسيه الكرديه لانه هي المعنيه، هي المسؤوله عن هالقضيه، هي المسؤوله عن الجماهير السوريين، المسؤوله عن القضيه الكرديه بشكل عام، انه هي المفروض كانت تتفهم او تحاول تتصل مع القوى المعتدله الموجوده في سوريا من شخصيات ولا من، يعني فينا نقول من الاحزاب. ما كان في احزاب حقيقه سوريه معارضه. الشغله الوحيده كانت موجوده هي رابطه العمل الشيوعي. رابطه العمل الشيوعي اتذكر في الثمانينات كان فعلا في اتصال بينه وبين احد الاحزاب الكرديه اللي انا كنت عضو فيها، حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا. كنا نطلع في بعض الاحيان بشكل سري حوالي دمشق، نعقد اجتماعات نحاول نفهم بعض انه في قضيه كرديه، في مظالم من النظام البعثي على الكرد، في المجردين من الجنسيه السوريه، في الحزام العربي اللي جابوا مستوطنات العرب الغمر الموجودين من فرات الى المناطق الكرديه الخصبه. في الحق الكردي ما يحق له يصير حتى رئيس دائره في دائرته. يعني حقيقه انا كنت موظف كمان في سوريا، يعني حتى ما يكون في بعثي او في عربي او في حتى من الاخوان المسيحيه كان يحطوه هو رئيس الدائره، بالرغم انه الكردي هي نسبه الكرد كان في مدينه القامشلي على سبيل المثال 90% من سكانها الكرد. ما كان تلاقي ولا واحد كردي رئيس لدائره معينه، حتى رؤساء البلديه لا يجيبوا واحد عربي او يجيبوا واحد مسيحي، ما كان يحطوا واحد كردي رئيس بلديه اللي هي حتى العربي الغير بعثي ما كان مرغوب فيه. يعني استاذ عبد الباقي سنعود اليك بالضبط. استاذ زكريا قال اولا هل لك تعليق على كلام استاذ عبد الباقي، ثم برايك لماذا لم تشارك القوى السياسيه بين قوسين المعارضه في الانتفاضه الكرديه؟ يعني فاذا لك تعليق وتفضل. استاذ زكريا الصوت من عندك صوت صامت، حاط صامت بس. ايوه تمام، لا ده رجع صامت.
صوت صامت استاذ زكريا. تمام تمام، تفضل. هلا انتوا عم تسكروا المايك الواضح من عندكم. انا لي تعليق كثير. اتمنى من الكنترول ما بتدخل. تفضل. انا لي تعليق كثير اذا بدك. اول شيء انت عم تحكي عن مرحله ال2000 والعلاقه مع الاخوه الكرد هي اقدم كثير كثيرا، بس انا دائما عم حدد انه هناك ازمه عامه بالمنطقه وسوريا هي جزء منها، وهناك هزيمه للثقافه واللغه والخطاب والاكراد مثلهم مثلنا، يعني كقوه وطنيه مهزومه، كحركه وطنيه كرديه مهزومه. ما يعني ما نضحك على بعض. يعني حادثه 2004 اذا بدك كل شربانين مية الفرات تعبانين. بالضبط. ولما مهزومه رجع، يعني هاي الذات المهزوم والذات المدعي والمرتجله. بالحادثه 2000 اذا بدك، اول شيء يعني شو هي المعارضه؟ المعارضه فاتت كلياتها على السجون. يعني اذا عم تحكي عن معارضه الجبهه الوطنيه هي استاذ زكريا بالانتفاضه الكرديه. عم بقول معارضه الجبهه العربيه 2004 بحادثه الملعب طلعت كل المثقفين السوريين اذا بدك يعني المهزومين، يعني بس انا حنعطي الحق الكلام حقه، كلهم طلعوا على الشمال السوري والتقوا مع الاخوه الكرد. بدك احدد لك كم؟ لا ما صحيح. وحادث اخونا الخزنوي كل يعني بمعنى كان في بال2000 نهوض محدد، ولكن نهوض بنفس عقل الهزيمه اللي حاليا عم نشوفه حاليا الان. انا برايي ما كان في، يعني خاصه لما بنحكي عن نخب كانت بمواجهه نظام الاستبداد، لا كان لها دور كثير كبير، ولكن كلياتنا كنا ضعاف. بدليل يعني صار ربيع دمشق وصارت شو بعرفني المنتديات وصارت الى اخره، ما في حد كان بيقدر يطلع مظاهره. يمكن الاخوه الكرد يقدر يطلع مظاهره، يمكن، فهمت علي كيف؟ اما بالاحزاب العربيه ما في. يعني فهمت علي كيف؟ يعني لما طلعوا قدام مشان الغاء قانون الطوارئ كلاتكم تتذكروا في ضعف عام واهن، وبنفس الوقت في انقلاب عقلي لازم نشوفه. في ناس كانت بالسجن ومحسوبه يسار وماركسيه ومحسوبه ثوريه كانت عم تحتلال العراق، فهمت علي كيف؟ صدام حسين طاغيه وكلب بين 60 كلب اذا بدك حتى احكي لك. ولكن بنفس الوقت ان تدمر العراق كمؤسسه وشعب ويتنطر ويطلع عندي العراق هذا اللي عم نشوفه حاليا، هذا في تآمر كثير عالي. ففي ناس كانوا بيتمنوا انه يجوا الامريكان. هي بمعنى هذا العقل الارتجالي من ماركسي الى ليبرالي، فهمت علي كيف؟ ليبرالي ما فهم شو قصه الليبرالي، لحد الان ما في فهم لا للديمقراطيه ولا للحريه. الحريه والديمقراطيه لا تعني الفوضى، تعني وعي الضروره، ولانها وعي الضروره في مسؤوليه. دائما نحن عم نردد شعارات كثير هلاميه، فهمت علي كيف؟ ما عم نحللها على مستوى البنى الواقع، فهمت علي كيف؟ هي ازمه الهزيمه القائمه عنا. بدنا اعاده صياغه جديده لهذا العقل اللي هو مستلب اذا بدك ومدعي. من هون انا بقول العلاقه مع الاخوه هذول شعبنا جزء من بنيتنا التاريخيه علاق. وحكى عن رابطه العمل، انا واحد كنت برابطه العمل مكان الكرد. نحن قلنا للاخوه ما بصير تتموا بس اعضاء بحزب، عندكم مساله ولازم تفتحوها، فهمت علي كيف؟ نحن بنقول انه انتم محرومين من ثقافه، محرومين من لغه، محرومين من الهويه تبعكم، تفضلوا اعملوا صفحه لكم. في هزيمه، لذلك يجب ان نقرا الهزيمه. الشغله الثانيه بالثوره، ثوره اذا بدك كيف تنطحت؟ فز الشعب كلياته، معارضه كلياتها، شيء لف حول النظام وإيش حمل حاله على قطر والسعوديه وتركيا والى اخره. ثوره تخلق بالارض، وبقوتك الاساسيه هي الارض والشعب، هذا الانسان اللي بدك تخلق فيه انسان جديد. ترك الانسان ومواطننا ظهر الحائط يتيما. اعطيني كادر كان موجود على الارض السوريه، فهمت علي كيف؟ اذا في ازمه حقيقيه بدنا نقراها وحاليا عم ندفع ثمنها. النظام تاريخيا يعني نظام وسخ، بس في نفس الوقت ما بصير انه يحملني امراضه لي. احكيك عن هويات طلعت مع كوادر مناضله طويله عريضه بس باطنيه وتفجرت بالثوره. لكن شو اللي عم بيصير حاليا؟ اللي عم بيصير انه شعب ما بيعرف غير هيك، انه في نظام عم يقفز بده يقاتله، ودخول الاخر بالمال والسلاح والدنيا وافسدوا كل القضايا. هي القضيه بدنا نفهمها كثيرا، فهمت علي كيف؟ هلا لناتي بتاسيس مؤسسات الثوره.
ولا مرة أنا واحد كان بالبدايات ما طلع أنت وين زملائك وين راحوا شو بعرفني، قال راحوا على التنسيق. أنا ما تحملت هيئة التنسيق 3 أشهر، لأنه لا الخطاب ولا الثقافة ولا الدور، فهمت علي كيف؟ له طعمه، لا للعنف لا للطائفية لا للتدخل. إيه وبعدين تمك صيح فيها ل100 سنة، شو دخلك بالأرض؟ بدي تنزل على الأرض. قبل شوي كنا عم نحكي لبنان جنبينا مليء بالدنيا والى اخره. انا اول واحد قدم ملاحظات بالشهر الثالث هيك حاول انه حاليا في جيش عم ينشق، يعني عم تطلع بواريد وتنسحب، وفي اخر بده عم يستنى. علينا ان نضبط السلاح، وما بدي احكي عن الجوابات السخيفه، فهمت علي كيف؟ وبنفس الوقت قصه اسقاط النظام، اذا الشعب بده يسقط النظام ماشي، انتم ما بدك تسقطوا، بدنا نسقطه، بس كيف نسقطه بايدينا الوطنيه؟ هذا السؤال ما جاوب عليه. الكل كان عم يدور كيف وين بده يسند ظهره، وبالخارج او بالداخل، يعني بمعنى بقول. وهذه ازمه حقيقيه. نيجي سوينا المنبر الديمقراطي، لا بالهيئه كانوا غايبين الاخوه الكرد، ولا بالمنبر الديمقراطي يعني اخواتنا بيديه كانوا موجودين وكانوا بينتخبوا كمان. بس ليش بتطلع بالانتخاب ما عاد بشوفك؟ سؤال مو موجه الي. ما رضينا نفوت على الائتلاف لما ككتله، هذا الائتلاف مؤسسه كثير بلا يعني الا حتى ندخل الاخوه الكرد معركه طويله عريضه، دخل المجلس الوطني الكردي. طب اعطينا يعني اعطينا تلاحم، خلينا نقول هم مشترك، ما الاجتماع ولا اجتماع انه نحن والاخوه الكرد نقول بدنا نحقق الوطني. هذا لا يعني كلياتنا. استاذ زكريا هذا بياكد كلامك انه السوريه الانسان السوري بعامه بحاجه الى اعاده البناء. بالضبط عم بقول لك مجتمع مهزوم البناء، يعني لما يكون الثقافه السائده ومسؤول عنها صح النظام، ولكن كل النخب مهزومه. بمعنى في كثير من الاسئله اللي من اول ما بلشت الثوره يجب المهمه المركزيه، يجب ان لا يجرني النظام للمعركه اللي بده اياها، وبنفس الوقت اخوض معركتي هي فتح الملفات اللي ما فتحت، كان اقليات، كان دين، كان بطيخ الى اخره. كيف احيد هذا الموضوع؟ الاخوان المسلمين اللي كانوا هن لاغين المعارضه تبعها، ما جابوهم على اعلان دمشق، يعني حتى نفتح الطابع على الاخير. مين الاخوان المسلمين على اعلان دمشق؟ مين تصدى للاخوان المسلمين؟ بدهم يكذبوا علينا انه والله شو يعني هن بيقبلوا بصناديق الاقتراع. هي القضيه قضيه صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع احدى الوسائل اللي بتستعملها الديمقراطيه، احدى الوسائل. القصه هي قصه مؤسسه، سلطه، حقوق خاصه، حقوق عامه، تداول سلطه. هذا بده يكون مسيج بفهم وبوعي. اذا في عندنا كثير من المسائل الذين بتضع على الطاوله، من المراه للاقليات للدين. اذا شو كان دور هذا المعارض؟ كان كردي ولا عربي؟ هون السؤال. لحد الان الاخوه بيدي انا التقيت معهم اكثر من مره. اذا في هم مشترك تعالوا نتفق عليه، ونحن ضعاف كلياتنا، ما تفكر حالك عندك كم مسلح وبتقدر تحتل الرقه مثلا. لا، مو هيك القصه. القصه كيف نستطيع ان نكون قاعده ارتكاز لاعاده الاستنهاض اللي لحد الان قائم، انه الشعب ملتعن بيه، الشعب مثل هذا، بس بده قاعده ارتكاز يستند عليها. كيف نكون قاعده ارتكاز؟ وهي ما عم تحصل، ما عم تحصل. كيف بدنا نفهمها؟ كيف بدنا نعيد هذا القلق، فهمت علي كيف، للمواطن كشريك في المعركه، من خلال جد مؤسسه فيها قياده جد تمتلك روح الانبياء، تلغي الادعاء والمكابره والهويات الدفينه وكذا. وانت بتعرف كيف طلعت. طب اعطيني النخب السوريه كامله. انا امرار بقول مليح اللي توفى محمد الماغوط وممدوح عدوان، لانه يمكن اتفاجأ، فهمت علي كيف؟ شو هذا الامراض اللي طلعت نحن اقتداء بالمستبد؟ ليه؟ ما كلياتنا نحن شاهدين على هلا حاليا عم نفوت على السنه 11 للثوره، وكيف عم تخبو. واعطيني دور مثقف. ان شاء الله بده يغرك انه والله فلان بيكتب مقال وفلان طلعت. عندي 1000 وثيقه وعندي 1000 مستند، وما في شيء ما انكتب فيه، من المواطنه للديمقراطيه شو بعد نفلت. بس ليه ما بصير في حدث؟ يعني ليش المواطن عم بيموت من الجوع من البرد؟ شو السؤال؟ السؤال هون لماذا؟ هذا السؤال لماذا ما بنحط على الطاوله؟ لانه ما في قدوه. نعم. في سؤال اهم. عيد السؤال. سؤال اهم هناك موجود. تفضل. انت كنت احد الشخصيات المعارضه لدورتين متتاليتين بالهيئه السياسيه بالائتلاف الوطني، وايضا يمكن صح.
مع احمد جربه يعني تيار بالمنبر وبهيئه التنسيق ما بدك تماما. المقصد تفضل. كيف رايت هذه المعارضات فيها شخصيات نخبويه، يعني فيها شخصيات ثقافيه نخبويه، لماذا طيب ليه ما شفنا؟ خليني اعطيك مثال صغير. لما فتنا على الائتلاف بالجلسه الاولى بفوت بدر جاموس وان شاء الله يكون عم يسمع، بقول حددنا راتب لعضو الهيئه السياسيه $2500. قلت له انا كيف هيك صار؟ قال لي هيك. قلت له كيف يعني هيك؟ قال لي مو الاستاذ زكريا؟ قلت له قالوا لي والله عنك انك مناكب. قلت له يا سيدي تعتبرني احمق كمان مو مناكب، بس قل لي كيف قررت $1500؟ باي عالم، باي مؤسسه، باي دوله بيؤخذ متوسط الدخل للدوله المضيفه بالحد الادنى او الدوله. قديش متوسط الدخل في تركيا؟ 1400 ليره تركي، بيطلعوا $700 متوسط. عم بحكي بيطلعوا $700. نحن عندنا شغله انه لازم نستفيد 700 ليره تركيا او 800 بصيروا 400 مع سنه بصيروا $1200 او $1100 يساوي 1300. قال لي نحن هيك يا سيدي. نحن 20-21 واحد بالهيئه السياسيه لم يتكلم احد. بالجلسه الثانيه بقول ساويناهم 3000. منى مصطفى رفيقه محسوبه عليكم على الحزب الاخوه تبع مشعل التمه. هذا انا اخذها. قلت لي استاذ والله انت بتروح على اسطنبول $12,000. اذا هذا السؤال مين بيجاوب عليه؟ اذا اول جلسه قصه الماليه وقصه الراتب، مو بس كنا لازم نسال عن الراتب، نسال كيف تاتي الفلوس وكيف تصرف وكيف 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 وكيف. هي اسئله. والاخوه بالمجلس الوطني الكردي قاعدين حتى ما نبرع حدا. تفضل جاوبني، اسالني ما تريد. لا، المقصد انه هؤلاء يعني هالاطر المعارضه فيها شخصيات ثقافيه نخبويه يعني، فلماذا يا سيدي انا عم بقول لك هن المهزومين. انا عم بقول لك هن المهزومين الى الحضيض، يعني انحدرت الى الحضيض من حيث الاخلاق الثوريه الى النضال الوطني الى هذا هو السؤال. واذا بدك انا عندي ازمه حقيقيه. انا مثلا اذا بدك نزلت على لبنان، ما بدي احكي بس هاي كلمه اللي انا جد بتزعجني لانه ما بدي، بس كنت شخصيه مقبوله بالحد الادنى، بالبداوي بالبارد ببرج البراجنه بعين الحلوه وبعنتاب. لما نزلت بالائتلاف انا شخصيه كثير. ليش؟ لاني بعيش مع الناس وباكل مثل، بس ما في وراك مؤسسه مليح. يعني امراه عندنا كثير كوادر طيبه وحبابه ودنيا، بس لما ما بيكون وراها مؤسسه بصير والله كان مثل هلا في كثير ناس بيقول لك والله ادمي زكريا السقال. هي قصه ادمي، قصه بالاخير مؤسسه عندها وطن عم بيضيع. هاي المؤسسه اللي بحكيها يعني تنظيم، يعني بخيمه سميها اللي بدك، جمعه الى اخره. لماذا لا توضع هذه القضايا عرضا؟ لك يا صديقي في شغلات اذا بدي افتح الملف الواحد جد بتدلل على انه احنا قديش. اوعك تغشني فلان دكتور وفلان بطيخ وفلان، ما بتغشني بفرنجي. ابراهيم اليوسف المانيا هاي البلد. نعم استاذ ابراهيم اليوسف صديقك وصديقي يقول استاذ منى كانت مستقله مش تابعه لحيدة. استاذ زكريا سنعود اليك بعد ان نحيل اسئلتك الى استاذ عبد الباقي. صديقي العزيز عبد الباقي، الحالة الكردية يعني فعلا الحالة السورية عامة كما ذكر الأستاذ زكريا ميؤوس، يعني حالة مرسية. يعني كل اللي شربانين من مياه الفرات العكرة أصبحوا عكرين بتفكيرهم السياسي والثقافي وكل شيء. هذا مو كلام، يعني كلام غالبية المثقفين والسياسيين، وأحدهم الأستاذ زكريا سقال. الحالة الكردية أستاذ عبد الباقي، حال القوى الكردية السورية المعارضة ليست بأفضل حالا من مسيراتها العربية، فهناك أكثر من 70 حزب وحركة وهيئات مختلفة. كيف ترى مستقبل الكرد في سوريا القادمة؟ هل سيكون لهم إقليم فيدرالي خاص بهم؟ نعم، حقيقة مثل ما تفضل الأستاذ كمان أنت تفضلت، يعني هو نحن كمان ككرد مثل العرب موجودين في سوريا، يعني في سيئين وفي طيبين، في أحزاب صحيح نحن نتميز عنهم بكثرة الأحزاب عنا، وهي شغلة حالة مو طبيعية طبعا. بس نعرف يعني الكل عم يعرفوا إنه في مجلس الوطني الكردي متمثل بمجموعة من الأحزاب،
وفي الحالة الثانية قلنا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وفي مجموعة أحزاب خلقت بعد 2011. يعني الأحزاب أستاذ عبد الباقي اسمح لي هنا بالمقاطعة، اسمح لي، هذا حزب سوري وليس كردي، مو محسوب على الحركة الكردية، بس للتوضيح فقط يعني. خليني أنا أحكي شغلة، إنه هدول عم يضحكوا على حالهم قبل ما يضحكوا على العرب وعلى الناس الثانيين. على كل نحن اجتمعنا ب 2014 بمدريد من 120 شخصية كردية على أساس نطلع بوثيقة إنه نحن شو بدنا من سوريا. طبعا اللي كانت بنتها هي مجموعة قرطبة اللي حاليا هي اسمها الجمعية الوطنية السورية برئاسة الأستاذ محمد بربو. اجتمعنا ل3 أيام في مدريد. كانت مجموعة الأحزاب الكردية موجودة، بعض المنظمات المجتمع المدني، بعض الشخصيات المميزة بين الكرد. طلعنا بوثيقة إنه نحن بدنا فيدرالية في سوريا، وصار نقاش ضمن الأيام 3 إنه شو نوع الفيدرالية نحن بدنا إياه. فالكل كانوا متفقين على إنه نحن بدنا فيدرالية قومية في سوريا. أقل شيء المناطق الموجودة في سوريا تدخل ضمن إقليم محدد، هو الإقليم الكردي اللي تشمل منطقة الجزيرة ومنطقة كوباني ومنطقة عفرين. طبعا طلعنا بهالوثيقة، وهي كانت وثيقة حقيقة أفضل ما أنتجته الحركة السياسية الكردية في سوريا من أحزاب وشخصيات ومجتمعات المجتمع المدني. طبعا نحن يوم طلعنا من مدريد ب 2014 مباشرة الأخوة في الاتحاد الديمقراطي، حزب الاتحاد الديمقراطي، كمان أعلنوا إنه نحن بدنا فيدرالية في سوريا. حاولوا يغبشوا على موضوع الكرد بشكل عام ولحرق المراحل إنه نحن بدنا فيدرالية في سوريا، بس مو مثل ما اللي طلبوا جماعة مدريد. كان يسمونها جماعة مدريد، اللي هي كانت تمثل تقريبا الشريحة الأكبر للشعب الكردي في سوريا. يعني هاي لحد هلا تصور المجلس الوطني الكردي عم يتبنى الفيدرالية في سوريا، بالرغم من انه تغيرت بعض المفاهيم وصارت اللامركزية في سوريا. ممكن الإدارات الإقليمية، ممكن يعني في بعض الحديث عن مجموعة من الأفكار إنه ممكن سوريا لشو بدها تصير، يعني لوين بدها تصل حتى نحن نحدد نوع النظام اللي ممكن نحن الكرد نأمن من خلاله حقوقنا القومية من ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية. فهذا كان، بس نحن أنا بتصور يعني على هو الواقع الموجود حاليا والتشرذم الموجود. سوريا مقسمة لا محال، يعني سوريا مقسمة صحيح، هي تجمعنا الأرض السورية القديمة ضمن مزدوجتين، لكن الكرد أو فينا نقول منطقة شمال سوريا اللي هي الإدارة الذاتية أو قسد هي اللي عم تحكمها قوى سوريا الديمقراطية، هي رح تكون منطقة مستقلة. منطقة العرب السنة إذا فينا نقول إدلب ومناطق من حلب ومنبج ممكن يحكموها العرب السنة. منطقة النظام اللي هي دمشق والمناطق الساحلية ممكن يحكمها النظام العلوي فينا نقول. يعني هي حاليا هيك. وانت سألت كان عندك برنامج الأسبوع الماضي إنه أي نموذج أقرب لسوريا، العراقي أم اللبناني. حقيقة نحن صحيح نحن نشبه العراقيين كدولة، كتكوين دولة نشبه العراقيين، لكن النموذج اللي راح يصير في سوريا مستقبلا هو النموذج اللبناني. كيف؟ يعني لبنان ما تعافت من 30 سنة لحد هلا حكومة هشة، حارت كل من ايده له، كل واحد عنده سلاحه الخاص فيه، ما يتقيد بالدولة، دولة منهارة، دولة اقتصادية منهارة، دولة غير يعني ما تشبه الدول. فممكن هي سوريا كمان بالمستقبل راح تكون هيك. إذا صارت هيك فنحن مجبرين ككرد نتكيف مع الإقليم الموجود فيه الإدارة الذاتية، نحاول قدر الإمكان الأحزاب الكردية تجتمع هنيك تصل لحل معين إنه تأمن حقوق القومية من خلال هالإقليم الموجود حاليا بيد قسدة أو قوى سوريا الديمقراطية. تصوري هذا هو بالمستقبل. أستاذ زكريا، يعني مهما حكينا عن الوضع السوري، عن المأساة السورية أو المأساة الشرق أوسطية عامة، شعوبا وحكومات كلها يعني للأسف تسير أو تنحدر إلى الدرك الأسفل من الجهل والظلام. برأيك يعني سوريا في ظل هذا
المآسي سوريا، يعني هل فعلا نحن بحاجة لإعادة بناء الإنسان السوري حتى نبني الوطن السوري، حتى نستعيد دولة؟ أنت قلت دولة، ما في دولة سورية. شو هي المقومات؟ يعني لو نحكي ليالي ما بننتهي من الوضع السوري، بس باختصار كيف بدنا نعيد بناء سوريا، بناء الإنسان السوري أولا، ثم بناء الدولة السورية التي افتقدناها طوال 50 أو نصف قرن المنصرم. هلا السؤال تبعك كثير مهم، بس يعني حتى لا احكي انه في الملح وفي خليني اقول الهدف والحلم. حاليا اني خليني اقول ان تكون سوريا حاليا ما هي موجوده. حاليا سوريا بايد القوى، يعني الوضع السوري تتنازع القوى العالميه، وللاسف انه هناك كمان فراغ عالمي، يعني عالم عم يحكم الوحوش. بايدن بامريكا كان قبله ترامب المجنون، والسيد بوتين المجرم، يعني على كيف، واردوغان وخامنئي. هذا وخامنئي واردوغان يعني هي الصناعات خفيه انديركت بسموها للشركات العامله للقمار. السوريين ما لهم موجودين يعني ما لهم موجودين بالمعادله السوريه. فالمهمه المركزيه ان تكون بالمعادله، وحتى تكون بالمعادله انا برايي يجب ان نبحث عن المشترك والمهم والملح بكل مكونات الشعب السوري، واللي ممكن كثير برنامج يكون. وهي على فكره المبادره من 5 سنوات وعم تفشل. ليش؟ لم تفشل لانه في، اذا بدك، في مرض بالذات. انا عندي صار قناعه انه هاي الذات اللي عاشت ل 50 سنه 60 سنه تحت الاستبداد، شو هذا؟ يعني في مع النخب، ما عم بحكي غير عن النخب والمعارضه، في ادعاء، في مكابره، في ارتجال، في مو بس هيك. يعني شو لما بيجي واحد من بحزب مهزوم كذا هزيمه، شو بيختلف عن الاسلامي اللي بده محمد وبده الخلافه؟ يعني الحزب عندما يعني يسقط كليا بكل سياق التاريخ اللي مر على المنطقه، ما اثبت حاله ولا بمرحله. شو بتمسك فيه يعني؟ فهمت علي كيف؟ فانا بدنا يسقط هذه العلاقه. لذلك هلا مهمه دور كادر واعي منتمي تماما، لانه هذه الارض جديره بان يخرج كوادر حقيقيه تعيد بناءها، تعيد ترتيب الدخول للمعركه. وبقلب دخول هذه المعركه يجب ان يكون هناك النسيج الاساس للديمقراطيه والحريه، لان الديمقراطيه والحريه بدون مؤسسه ما بتمشي، يعني بصير فوضى. فهمت علي؟ الفاشيه بتبلش ببداياتها النقطيه والنزاع، وبعدين بتتحول لفاشيه، وهذا عم يحصل معنا. اذا نحن بحاجه لخيمه. هنا بسؤال، اسمح لي هنا بسؤال استاذ زكريا، انت قلت الديمقراطيه والحريه بحاجه، الديمقراطيه والحريه بحاجه لمؤسسه، ولكن الديمقراطيه والحريه بحاجه اولا لاعاده تعريف جديد. يعني المعادله السوريه افرزت انه نحن بحاجه لاعاده تعريف للمصطلحات كثيره منها الديمقراطيه الحريه. يعني ماشي، بس كيف بدي اعرفها؟ يعني حتى ما اخليها يا صديقي، حتى ما اخلي دائما مثل ما بقولوا النظريه جميله وموجوده بالهواء الطلق. انت ما بتكتشف اشكاليات النظريه الا لما تحطها على ارض الواقع، يعني على التطبيق. فلذلك حتى بدي يعني الحريه والديمقراطيه عم بقول بدها مؤسسه يعني تنظيم جبهه كذا الى اخره. هون بتبين انه قديش انت جد حريص على الهدف، وبنفس الوقت تطلق الهواء اللي بينعش اللي اسمه الحريه والديمقراطيه منظما. فهمت علي كيف؟ انه انت تاخذ دور، بس ممكن تفشل. لازم ما تخجل اذا فشلت، لانه بيطلع غيرك والى اخره. تداول السلطه، تداول الدور بطريقه كثير مراقبه وانسانيه وما فيها يعني الروح المستبده، هو الذي سينتج. فهمت علي كيف؟ الديمقراطيه في المستقبل، لانه تصير ثقافه. يعني اذا ما صارت الديمقراطيه والحريه ثقافه، من تمنى نحكيها كهواء مثل ما عم تنحكى هلا. فهمت علي كيف؟ لما يطلع لك واحد بلعن بالديمقراطيه وهو عامل هي، ما الديمقراطيه بالاخير لازم تعطيني شيء ملموس. علاقتك بجارك، علاقتك بحزبك، علاقتك باختك، ببنتك، بالدنيا. هيك الامور تقاس ولا كيف؟ يعني بس اني بعمل والله انا بحط هويه اني انا ديمقراطي. بدك شيء يعني يدلل على هذا الموضوع. لذلك المؤسسه، الجبهه، التنظيم، سميه اللي بدك اياه. فهمت علي كيف؟ اللي هي بدها تحط جد مساله التنظيم المتطور. على فكره التنظيم ما قصه يعني مثل ما بقولوا
خطوتان وما العمل والحكي الفاضي. تنظيم نظريه طويله عريضه ومتطوره، لانه الانسان متطور مثل ما عم نشوفه باوروبا. فهمت علي كيف؟ اشكال. انا بدي شكل حقيقي بيحفظ، خلينا نقول، كرامه الانسان وبحافظ على حقوقه الخاصه والعامه وبيمشي. بس في الملح اول شيء انه نقول الوطن عم بيروح من ايدينا، ومن هون يجب ان تتنطح طليعه قوى الى اخره. تقول جد سوريا يجب ان لا تضيع. سوريا جديره بالحياه وعندها شعب طيب وشعب معطاء، وهي اعطى يعني راح يصلوا للمليون شهيد والمفقودين الله اعلم قديش. جديره بالحياه. هذا سؤال. خليني اعتبر نفسي مثل اي واحد هيك بسيط، انه ما عندي الاجوبه الكامله، بس لو نضع على الطاوله ممكن انا والدكتور والاستاذ اسماعيل والبلاي كلياتنا نقدر نجاوب واحد منهم بشكل جماعي، وان نسير بشكل جماعي. ايوه، هذا سؤال كثير مركزي ومهم وملح اذا بدك. وبعدين من خلاله عندما نبني علاقتنا الانسانيه مع بعض، فهمت علي كيف؟ انه هدفنا الجهد الاساسي ان نصل للهدف، فبكون عم نعيد تربيه جديده. فهمت علي كيف؟ ولا شو اللي عم بيصير؟ ليش يعني ليش هالنفوس عم تخبي وتنكبى، وليش عم تنكفي؟ فهمت علي كيف؟ واللي ما بنكفي حامل اكثر من هويه بالداخل بده يفكر اياها شيء. هذا سؤال. يعني في اسئله كثير لازم تنحط على الطاوله. وين بده يحطها؟ جد هن مجموعه المنتمين للوطن بقيمه، بدون الهدف الاساسي هو خلق انسان. فهمت علي كيف؟ انا بعرف انه في مصالح خاصه، بس بنحفظها للمصالح الخاصه، شرط ما تاذي المصلحه العامه يعني. لكن شو هالنهب والسرق والتطاول والادعاء والاجتراء والاسهاب. الاسهاب هلا بتلاقي لك واحد دغري كتب برنامج، شو كتب 20 برنامج. فهمت علي كيف؟ في خلينا نقول ادوات لتطبيقه قائم على مراقبه والسلوك والتنظيم والانتاج. قد تفشل. هلا بيجي ناس بيقول لك يا اخي ميازين القوى، انا بدي كل العالم يكون ضدي، ولكن بالحد الادنى ان ندرس تجربه، تحط واقع قابل للدراسه. الوضع السوري ما اعطاني تجربه قابله للدراسه. فهمت علي كيف؟ ما اعطاني نوع من التهتك في الشخصيه النخبويه والمعارضه والاحزاب، نوع من التهتك. ولا كيف تدرس؟ تعطيني والله شو التجربه السوريه، كيف بدك تقراها؟ استاذي فلان ولا ما في. طيب لنعود الى سؤالي ما قبل الاخير لك، يعني بشكل عام في ظل هذه الرماديه والضياع واختلاط المفاهيم وضياع المواطن السوري بين اختلاط المفاهيم، هل نحن في ثوره؟ هل نحن في ازمه؟ هل نحن في كارثه؟ سوريا في ظل هذه الحاله الى اين تسير؟ الو استاذ زكريا. لي سؤال. هلا اذا بدك دون تنطح للمهام المركزيه اللي بحكيها انا، يعني بمعنى ان تتنطح. انا سالتك عن المعارضه يعني ضياع المواطن بدل معارضه. المعارضه بصراحه يعني انا ما عندي ثقه لانه يعني خليني اقول كل الاحداث اللي عم تمر معنا، انت مراقب ومثلي انا مراقب، انا مراقب يوميا، اذا بدك مصاب بالجلطه من هذا الوضع. فهمت علي كيف؟ شو اني اطلع بيان؟ مو بس هيك، كل الاشكال النضاليه، هلا اعتصام ومظاهره. انا واحد 30 سنه بالمانيا يا اخي، يعني ساحات المانيا كعيت رجلي فيها. وانا هذا التظاهر وهذا الاعتصام وهي هذا اذا ما الك المخت، هي اللي بيسموها الاوروبيين القوه اللي انت عم تعبر عنها، يعني هي بالداخل فيها التشابه بين الداخل والخارج، ما بتساوي فرنجين. عم يسالني واحد انه استاذ زكريا ماذا يستحق الكرد ان يكون لهم؟ الكرد شركاء حقيقيين في الوطن. مين هذا؟ زميلي الكرد اخوه واصدقاء وعائله، وهم يعني شركاء حقيقيين في الوطن. لذلك البرنامج الوطني اذا بيستثني الكرد ما بيكون برنامج. فهمت علي كيف؟ هن اساس وعصب اساسي في البرنامج الوطني. كيف؟ كمان بدها تتنطح من عندهم طليعه وتقول لي وقف حاجتك هرطقه. نحن بصير كل هذه القضايا يجب ان توضع على الطاوله، بس في هم حاليا انه نجمع على بعض النقاط مشتركه كلياتنا كرد وعرب.
استاذ زكريا بكلمه واحده، ان تكون سوريا. انت بكلمه واحده، انت قبل ما ننتقل للاستاذ عبد الباقي، انت مع الفيدراليه لسوريا؟ شوف، الفيدراليه انا ماني ضد اي شكل من الاشكال يحفظ حقوق الاخوه الكرد. الفيدراليه، فهمت علي كيف؟ ما عندي مشكله، وحتى الفيدراليه اذا بدك. يعني انا عايش في المانيا، هي اتحاد الفيدراليات، فهمت كيف؟ يعني المانيا بين يعني تحسبها يعني محافظه لها كل كيانها ولها ميزانيه، ما عندنا اشكاليه. بس هذا يعني بيعبر عنه جد الشعب كرد وعرب، فهمت علي كيف؟ بشكل عام، وما عندنا مشكله. الشغله الثانيه، مين قال انه وكانه في نزعه عدائيه ضد الكرد؟ ما لا اعتقد. بس الاخر لعبها مثل ما لعب بقصه الاسلاميين، فهمت علي كيف؟ يعني هي اسلامفوبيا من امتى باوروبا؟ ما اخونا ما بعرف امتى صار له بالنرويج، من عام 1994، من يوم هذا اليمني اللي تجوز واحده عمره 65 سنه، تجوز واحده عمره 12 سنه. ايه لك، فصار في اسلام فوبيا، انه هذول ما عندهم مشكله مع القاصرات، ما عندهم مشكله، هذا بيقطع رقبه، بيقطع دنيا الى اخره. اذا نحن عم نعطيه ماده سهله كثير للاخر، فهمت علي كيف؟ وبنفس الوقت مو عم نعطيه، عم نضر حالنا. يعني شعبنا كلياتنا احنا اولاد سوريا، كان عندنا هذا الاجحاف، هذا في سؤال مهم استاذ زكريا قبل ما ننتقل. يعني عم بيسالني درويش عبد العزيز انه رؤيتك عن ما يجري في درعا، يعني بجمله قصيره جدا استاذ. درعا ولكن درعا المظلوم المحافظات السوريه ما يز. كل ما هنالك انه كمان فيها التناقض عمليا، خليني اسميه الروسي الامريكي حول الدور الايراني. قد يكون يعني، وبتعرف كم فرقه يعني يعني بالحد الادنى تابعيتهم الروس بسوريا، قد يكون كانوا يريدون ان يوجهوا صفعه للايرانيين وارضاء للامريكان، فحصلت المعركه قفز فيها الدرعويين، شدت فيهم روح محدده، ولكن بالاخير رجعت روسيا كما ينبغي، لان اسرائيل قاعده هي اللي بترتب بالمنطقه. هذا دور بدنا وتحديدا حاليا درعا المطالبه بقوات دوليه، دخول قوات دوليه. إيه؟ هل ليست هي مطلب سعودي؟ يعني هل هناك من يقول انه السعوديه وراء ذلك؟ كمان انا ما على فكره كل القضايا وراءها دول النفط. يعني ما هون ازمه النخب. هل تعتقد ان السعوديه وقطر والامارات تعطيني ديمقراطيه وحريه؟ هذول عندهم مشروع انه هن مستلبين اموال امراء ودنيا والى اخره، بدهم يشودوا المنطقه، واسرائيل مأيديتها، وهن يعني بدك داعمين كليا لاسرائيل وداعمين للشركات العابره للقارات. من الحكي هذا من السبعينات الموضوع بالتاكيد، ولكن هلا النتائج مدميه لانه شعبنا اللي عم يدفع ثمن. انا برايي درعا بخطر، والمشكله هذه المناطقيه انه اذا صار في صحوه بدرعا، بدي افترض هيك، لماذا لا يحصل صحوه بالشمال مثلا بإدلب بجبل الزاويه هذا اللي عم ينضرب يوميا بالقصف، حتى ببقايا حمص لماذا لا؟ اذا في صحوه فلنصحى، لانه جد بس درعا مهدده والوضع دائما يمشي انه هاي تفشت المناطقيه وكثير بشعه جدا. وبنسمع بالاخير كان الله بيعون درعا، لانه الروس لن يتركوا الامور الا تحت سيطرتهم بشكل كامل، لانه القصه هيك قصه قديش يعني الامريكان بيعطوني وقديش باخذ، تناقض دولي اقليمي في المنطقه. يعني 4 دول عم يتحكموا، واسرائيل يجب ان توقع بالاخير على كل المتنفذات، ونحن خارج المعادله مثل ما قلت لك. لذلك ما فينا غير ندفع للتناقضات الدوليه اللي بتحصل، تعطينا نوع من اللهفه، ندفع الدماء. يعني نحن وصلنا بس انه نحن ندفع الدماء لثمن هذه التناقضات الدوليه القائمه في الساحه. ارجو ان الشعب السوري كلياته ينتبه انه جد هو معرض لاستباحه كثير بشعه. نأمل ذلك، والله يحمي شعبنا في حوران. ومع أرق تحية من شاشة تي في من هنا، من أربيل الحرة إلى قامشلو، إلى كل مدن إقليم كردستان سوريا. أجمل أكيد درعا، يعني أكيد درعا. أكيد أستاذ عبد الباقي. أكيد تمام. أستاذ عبد الباقي، سؤالي من الأخير لك، يعني في ظل هذا التشظي بالمعارضة
والهيمنة الدولية على سوريا، فقدان سوريا لكل مقومات قراراتها، إرادتها، سيادتها. إلى أين ترى سوريا سائرة؟ إلى مزيد من التقسيم والتأزيم للأزمة، إلى مزيد من الدمار، أم إلى الحل والفيدرالية المنشودة، دولة المنشودة اللي نأملها أن تكون ديمقراطية علمانية فيدرالية؟ نعم، طالما ما في مشروع وطني للكل يضم كل المكونات الموجودة في سوريا ويضمن حقوق كل المكونات، معناتها سوريا نحو الهاوية. وأنا حقيقة شخصيا ماني متفائل أنه في حلول قريبة. لأجيب لك كلام جير بيترسون المسؤول الدولي عن ملف سوريا. شفت مقابلته من فترة على قناة نرويجية، عم يحكي أنه نظام صحيح موجود باللجنة الدستورية وبتفاوض مع هيئة التفاوض عم يجتمعوا في جنيف، لكن ما نجدي أبدا، وعم يتهرب من كل الملفات اللي عم تنحط على الطاولة. بالمقابل المعارضة لا حول لها ولا قوة، وهي متشظية مثل ما تفضلت. حتى حقوق الكرد في الدستور في لجنة الدستوري، في اللجنة الدستورية تصور في 3 إلى 4 مليون كرد في سوريا، الممثل الوحيد في لجنة الدستورية شخص 5 مليون أستاذ عبد الباقي، 5 مليون، أكثر من 5 في إقليم كردستان، ما عدا كرد الشام وحلب. يعني تفضل. أكيد إحصائيات هي طالما مو دقيقة، نحن قدر الإمكان عم نحط الحد الأدنى الحد الأدنى من يعني من القومية الكردية أو مجموع الكرد في سوريا. مشان هيك مثل ما حكيت كلام جير بيترسون لا يدعي للتفاؤل. حتى سألته المذيعة انه تتوقع انه الحلول في سوريا بتكون قريبة؟ قال ابدا، ممكن حتى تطول اكثر من 10 سنوات. بمعنى طالما الإرادة الدولية مغيبة، وخصوصا الإدارة الجديدة الأمريكية كانوا ملف سوريا هي آخر ملفات عندها بالدرج، ما أنا معني بشيء. طالما هي لها ثقة نوعا ما بالروس الموجودين في المنطقة، وعندها شريك تركيا عم تتحرك هون، فالأمور هي بالنسبة لها نوعا ما خليها تطول. وحتى إسرائيل، يعني إسرائيل ما نخفي دور إسرائيل في المعمعة السورية، هي وإيران وتركيا وروسيا الكل مجتمعين انه الملف السوري راح يطول بهالفتره. وحتى كل منطقه يعني طالما فيها سلاح، مثل ما تفضل الاستاذ زكريا، طالما فيها سلاح فما ممكن طرف من الاطراف يتخلى عن سلاحه ويفكر بمشروع وطني. لا النظام يفكر انه حتى هذه اللحظه النظام يعني ما يشوف المعارضه من اساسه، يعني من ارضهم مثل ما يقولوا، ما بيعترفوا فيهم. حتى المعارضه انه لا، هذا الرئيس النظام اذا ضل معناته نحن ما راح نوصل لنتيجه معينه في المستقبل. ففي يعني في كثير عدم سوء الفهم او عدم التوجه نحو الوطنيه السوريه، لحتى ما نفكر في المستقبل انه ممكن سوريا حترجع مثل الوضع السابق، يكون او يعني طبعا بوضع جديد يكون فيها دولة، تكون دولة ديمقراطية، يكون فيها انتخابات حرة، يكون فيها حقوق كل المكونات متوفرة. طبعا هذا شغله مستحيلة جدا، لأنه مثلا الأخوة السنة العرب وعلى رأسهم جبهة النصرة يعني مستحيل تتخلى عن سلاحها، لأنه ما له ثقة بالنظام، ما له ثقة بالعلويين الموجودين على الحكم. بالمقابل الكرد، إذا قلنا الكرد أو قوى سوريا الديمقراطية اللي متمثلة مثلا قسم منها شباب الأكراد موجودين 40% 60%، مستحيل الكرد يتخلى عن سلاحه إذا ما ضمن حقه، ما يعني ضمن حقه ضمن الدستور السوري أو الهيكلية اللي راح تصير في المستقبل في سوريا. بمعنى آخر، طالما السلاح موجود عند الكرد وعند السنة، عرب السنة، وعند النظام، فمستحيل يكون الحل قريب وحل سريع. راح تطول العملية مثل ما قلت سابقا. النموذج اللبناني راح يكون هو السائد في المستقبل، حتى لو وصلوا لمفاوضات. بس النموذج اللبناني نحو مزيد من الدمار، نحو مزيد من الدمار. الآن نرى ما يحدث في بيروت اليوم، مظاهرات مزيد من الدمار. يعني ما في شك راح يظل الوضع مثل ما هو، كل منطقة راح تدير لحالها منطقتها.
راح يكون في مثل ما حكيت حكومة هشة رمزية ما لها أي وجود على أرض الواقع، أو ما يكون أي تأثير لا إقليميا ولا دوليا، مثل لبنان تماما. يعني يكون حاط كل من ايده له، يعني حزب الله اذا كان حزب الله موجود في لبنان فممكن قوات سوريا الديمقراطيه تكون في سوريا. بالمقابل يعني السنه الموجودين في لبنان، السنه موجودين في سوريا، الشيعه موجودين في لبنان. يعني هي تماما راح تكون صوره نموذجيه من لبنان، ما فيها اي امل ان يكون عندنا دوله قويه سوريه تضمن حقوق كل المكونات في المستقبل. هاي شغله كثير يعني بعيده، لانه ما في ارضيه، ما في ارضيه للحوار بين المكونات ثلاثه. لا نأمل ذلك. الحالة اللبنانية حالة مأساوية. أستاذ زكريا عاش كثيرا في لبنان، وكان مناضلا مع الحركة الفلسطينية. أستاذ زكريا، السؤال الأخير ليس بسؤال، أي كلمة، أو كنت تتمنى أن أسألك سؤال ولم أسألك، لك كل الوقت والحرية، تفضل أستاذ زكريا. أنا كل ما هنالك أول شيء جد، يعني بتمنى من أنا كثير ممتن للفضائية اللي يعني بتسمح لها الأصوات إنه نحكي مع بعض ونتقارب مع بعض، وبتمنى لكل خليني أقول مكونات الشعب السوري، كرد أم عرب، أن يقفوا قدام هذا الاستباحة القائمة في سوريا وقفة كما نعهدها، لأنه جد في رجال صادقين وفي قامات وفي كوادر وفي ناس كثير مهمين، بس الواضح إنه الممزقين يعني نحن. وبتمنى إنه كمان الفضائية تأخذ دور بهذا الموضوع، يعني يصير بالأخير دعوة كوادر على محور مشترك، على يعني من عينات محددة، ممكن يعني نتعاون بهذا الدور لنستنهض خليني أقول بمرحلة كثير ضيقة الجهود من أجل وضع خلينا نقاط تؤدي لأن يكون لسوريا دور حقيقي مما يحاك لها، ثم بنفس الوقت داخليا نفتح ملف التاريخ المظلم اللي عشناه مع بعض نتيجة الاستبداد قائما. هذا دور كتير مهم للإعلام، لأنه بصراحة كلكم يعني خاصة المختصين بالإعلام بتشوف كيف الإعلام محاصرنا جزيرة وحدث وشو بعرف، ما في إعلام نقدي كاملا. الإعلام الحر والوطني هذا لازم يلعب دور جيد، ويجب أن يلعب دور جد بفتح ملف الثورة من أجل خلينا نقول نحشد كل هالطاقات، لعل وعسى أن نحترم هذا الشعب اللي عم يضحي وعم بيقاسي وعم بيستباح. شكرا كثير للفضائية، شكرا كثير للأخوة، شكرا كثير لكل ثورتنا وشعبنا اللي عم يضحوا. نتمنى لدرعا تم واقفة على رجليها. أتمنى. تفضل أستاذ. أنا خلص، شكرا كثير. كل الشكر لك، وتمنياتنا أن نراك مرات أخرى في البرنامج. أستاذ عبد الباقي، باختصار آخر كلمة لك، ماذا توجه لشعبنا؟ هل كنت تتمنى أن أسألك سؤال ولم أسألك؟ تفضل باختصار. باختصار ماشي. باخذ شي دقيقة. يعني لحد هلا طبعا الأخوة العرب السوريين ما عندهم حزب يكون حتى بديل لحزب البعث في المستقبل، يعني يلتفوا عليه كل الوطنيين السوريين من كرد وعرب ومسيحيين ودروز. يعني ما في حزب معين او حتى تيار وطني شامل لحتى يلتموا عليه. بس كرديا يعني حقيقة الحوار الكردي المفروض يتفاعل أكثر، يتجاوزوا كل العقبات، لأنه اليوم سمعت أنه كان يصير مؤتمر كمان حوار كردي مختلفين على المكان. يا شباب يعني القضية قضية شعب، قضية حقوق، ما لنا مختلف. يعني إذا صار بهولير ولا صار بقامشلو، يعني ما لنا شغلة كثير كبيرة. صحيح عم يستقبل حزب الاتحاد الديمقراطي بمكانه لأنه هو المسيطر ومعه سلاح، لكن أنتم كمان شباب سياسيين عندكم خبرة، عندكم كذا، يعني المفروض تتفقوا على النقاط العريضة بحقوق الشعب الكردي، وتكون عندكم ورقة كردية. يعني في سوريا لا، هم عندهم ورقة حزبية أستاذ عبد الباقي، ورقة حزبية، أنا وحزبي فوق الوطن. للأسف هذا هو حالنا يعني. طبعا يا ريت الطرفين لا المجلس الوطني الكردي ولا الإدارة الذاتية تفكر بهالمنطق،
يفكروا انه يكون في منصه كرديه حقيقيه تضمن في المستقبل حقوق الكرد في سوريا. نأمل ذلك. كل الشكر لك صديقي الرماني أستاذ عبد الباقي الحسيني، مديرنا وعمدتنا، نورتنا على الشاشة. أستاذ عبد الباقي. أستاذ زكريا السقال، يعني فعلا سعدت جدا جدا بهذا اللقاء، ونتمنى أن نراك مرة أخرى، وسنراك بإذن الله في أحاديث أخرى، وتكون سوريا أكيد سنبقى على تواصل تماما، وتكون سوريا إن شاء الله. أكيد سنبقى على تواصل. شكرا أستاذ عبد الباقي. إعادة بنائها. شكرا لك. كل الشكر للأستاذ عبد الباقي. شكرا. نحن على تواصل. مشاهدي سنبقى على تواصل أستاذ سليمان. يا هلا فيك. شكرا كثير. أستاذ زكريا ابقوا أنت وأستاذ عبد الباقي ابقوا معنا بعد ما نودع المشاهدين. ابقوا معنا، سنحكي تحت الطاولة 5 دقائق. شكرا جزيلا لكم. انتظرونا مشاهدي الكرام إلى يوم الخميس القادم، وإلى ذلك الوقت دمتم برعاية الله.